لو عايز تحصل على شهادات تطوع من البيت أو من أي جمعية خيرية، وكمان لو عايز تعرف ازاي تتطوع من البيت أو في أي جمعية خيرية، كمل الفيديو معانا للآخر. معاكم عبد الرحمن إبراهيم، والقناة دي بتساعد أي شخص في الحصول على المنحة اللي هو عايزها أيا كانت هي إيه، لأننا بنقدم مجموعات على الواتس وأشخاص عندهم خبرة في التقديم على المنح، وبيساعدونا مجانا بكل التفاصيل اللي محتاجينها للقبول في أي منحة إحنا بنقدم عليها. المهم خلينا في موضوعنا وهو التطوع. في معلومة مهمة جدا لأي شخص ناوي إنه يقدم على منح، أي شخص مهتم بالمنح يعني. بص، أيا كانت المنحة اللي انت عايزها دي ايه، أو أيا كان التخصص اللي انت عايزه ايه، لازم تعرف إن شهادات التطوع دي شرط أساسي للقبول في أي منحة. وخد بالك قوي إن أنا قلت شرط أساسي، يعني من غير شهادات التطوع مش هتعرف تتقبل في أي منحة. ومن وجهة نظري المتواضعة جدا إن التطوع تاني أهم شرط للقبول في المنح. وسريعا كده نصيحة للي ما يعرفش، بص، هو في 4 نصائح أساسية للقبول في أي منحة، بمعنى تاني للأسف من غيرهم صعب جدا إنك تتقبل في المنح. وخد بالك إن أنا قلت صعب مش مستحيل. ولو عايز تعرف عنهم أكتر في فيديوهات على القناة هسيبها لكم في الوصف وأول تعليق. المهم ال4 نصائح سريعا كده: 1. درجاتك في المدرسة. 2. شهادات التطوع. 3. اللغة الإنجليزية. 4. طور نفسك واعرف تاريخ المنحة اللي انت هتقدم عليها. دول ال4 نصائح سريعا كده، وال4 نصائح دول مشروحين بالتفصيل في فيديوهات على القناة هسيبها لحضراتكم في الوصف وأول تعليق. المهم خلينا في موضوعنا وهو أهمية شهادات التطوع. زي ما عرفنا ان شهادات التطوع شرط اساسي للقبول في اي منحة. طب دلوقتي الاسطورة بتقول ان في سؤالين بيدوروا في دماغ اغلب الناس، وهم اتطوع فين وازاي احصل على شهادات تطوع. بص يا سيدي، بالنسبة لاتطوع فين، هو السؤال ده ليه اجابتين. اول حاجة تتطوع في جمعية خيرية، وتاني حاجة تتطوع من البيت. نمسك اول نقطة معانا في السؤال الاول وهي اتطوع في جمعية خيرية. بص يا سيدي، الموضوع بكل بساطة، شوف جمعية خيرية قريبة للمكان اللي انت فيه، وكل اللي عليك تروح تقول لهم عايز اعمل استمارة تطوع، وهم هيعملها لك على طول، وبكده تكون اتطوعت معاهم بكل سهولة، وهتقدر تاخد شهادة التطوع بعد كام شهر على طول، مش موضوع يعني. طب هتقول لي جمعية خيرية زي ايه؟ طبعا هو في كتير جدا، بس اشهرهم رسالة وصناع الحياة ومرسال، واشهر واحدة فيهم طبعا رسالة. فدور حواليك على اقرب فرع لرسالة وروح قول لهم عايز اعمل استمارة تطوع، والموضوع سهل جدا يعني. بص، علشان ما تتوهش مني، احنا قلنا في سؤالين بيدوروا في دماغ اغلب الناس، وهم اتطوع فين وازاي احصل على شهادات التطوع. مسكنا اول سؤال وهو اتطوع فين، وقلنا السؤال ده ليه اجابتين: تتطوع في جمعية خيرية او تتطوع من البيت. وخلصنا اول نقطة في السؤال الاول وهي التطوع في جمعية خيرية، وعرفنا هنعمل ايه وهنتطوع ازاي. نمسك تاني نقطة معانا في السؤال الأول وهي تطوع من البيت ازاي. بص يا سيدي، وعايزك تصحصح معايا قوي قوي. شفت كل الفيديوهات اللي انا منزلهم على القناة؟ اغلب الفيديوهات اللي هتلاقي العنوان بتاعها، لو مهتم تعرف تريكات وتفاصيل القبول في المنح وغيرها كتير جدا، اللي هو يعني هتلاقيه العنوان اللي تحت الفيديو. كل الفيديوهات اللي هتلاقي العنوان بتاعها كده خش عليهم وادخل على الوصف بتاع كل فيديو فيهم، هتلاقي لينك المجموعة على الواتس او قناة على الواتس. اضغط على اللينك ده وادخل لكل الجروبات دي. ويا عم لو مش عايز تشوف الفيديو ما تشوفهوش، الفيديو مش هيفيدك بحاجة بالنسبة لنقطة التطوع دي. اهم حاجة بالنسبة لك انك تدخل في المجموعات دي دلوقتي. وهنا في سؤال بيدور في دماغ اغلب الناس، وهو انا لما انا اعمل كده انت المستفاد مش انا، وبعدين انا هستفاد ايه اصلا؟ انا بقول لك عايز شهادات تطوع، عايز اتطوع. بص يا باشا، اهدى كده الاول لاني هجاوبك على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك حالا. ركز بس معايا كده الاول. اولا انا ما عنديش اي علاقه باصحاب المجموعات اللي انا بقدمها لكم دي، اللي هي المجموعات على الواتس اللي بتساعدكم مجانا للقبول في المنح وغيرها دي. الموضوع ببساطه ان انا شخص ربنا كرمني وعرفت ان في ناس عندهم خبرات في مجالات كتيرة، فبيعملوا مجموعة على الواتس وبيساعدونا مجانا بكل النصائح اللي هنحتاجها ايا كان مجالنا ايه. فانا قلت بما اني عرفت الحاجات دي، وانا متأكد ان في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان في حاجات زي دي، فايه المشكلة لما اساعدهم واعرفهم بالناس دي علشان يستفادوا منهم. وانا قلت ما بيني وما بين نفسي يعني
كده كده الحاجات دي مجانا، فهم مش هيضطروا لدفع اي حاجه. فكده حضراتكم انتوا المستفيدين. يعني كده انت فهمت ان انا مش هستفاد ولا هتضر من انك تدخل المجموعات دي ولا لا، انت المستفاد وهتفهم ليه دلوقتي. تاني حاجه، انا كصاحب قناه على اليوتيوب الحاجه الوحيده اللي هتنفعني هي اللايكات والاشتراكات والمشاهدات بس، غير كده دي نصائح وحاجات ومعلومات بتطلع قدامي فبحاول اساعد بيها غيري على قد ما اقدر. ده كده بالنسبه لاول نقطه معانا. تاني نقطة معانا وهي انت او انت هتستفادوا ايه من المجموعات دي وهتتطوعوا ازاي. بص يا سيدي، الموضوع ببساطة ان في حاجة اسمها كوميونيتيز على الواتس، والكوميونتي ده عبارة عن كذا مجموعة على الواتس داخل نفس اسم الكوميونتي نفسه. ممكن مثلا تلاقي 7 أو 8 مجموعات داخل الكوميونتي ده نفسه الواحد يعني، وهي طبعا بتفرق من كوميونتي للتاني، كل مجموعة لتخصص معين. مثلا مجموعة للمنح الإعدادي، مجموعة المنح الثانوي، مجموعة المنح البكالوريوس، مجموعة المنح الماجستير، مجموعة المنح الدكتوراه، مجموعة للكورسات، وهكذا بقى كل كوميونتي على حسب التخصص بتاعه. وخد بالك كل المجموعات دي داخل كوميونتي واحد، فطبعا مستحيل شخص واحد هو اللي يقدر يكون مسؤول وبيدير كل المجموعات دي، فبيضطر انه عايز ناس تساعده. ومن هنا جه التطوع من البيت. كل الكوميونيتيز دي بتبقى محتاجة ناس يتطوعوا معاهم، وهم مقسمين المجالات وعندهم خطط واضحة بيمشوا عليها طول السنة. ولو عايز تفهم اكتر عن شغل الكوميونيتيز والتطوع معاهم، في فيديو على القناة شارح الموضوع ده بكل بساطة، هسيبه لكم في الوصف، واول تعليق هيعرفكم كل حاجة عن التطوع من البيت. شوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو ده عشان تعرف باقي التفاصيل. المهم انت بعد ما بتتطوع معاهم بيكون ليك تيكيتات سيشنات مهمة جدا وبفلوس كتيرة بتاخدها انت مجانا لانك متطوع معاهم. وكمان بما انك متطوع معاهم بيكون متاح لك كورسات كتيرة جدا وكامبات وفرص كتيرة جدا جدا مجانا، مع انك في المقابل انت لو مش متطوع مع اي كوميونتي الحاجات دي بتروح تشتريها بفلوس غالية جدا. فانت التطوع مع الكوميونيتيز بيتيح لك الحاجات دي مجانا وبتاخد اللي انت عايزه كله. ونيجي بقى للنقطة اللي كل الناس مستنياها وهي شهادات التطوع. اي شخص بيتطوع مع كوميونتي بيحصل على شهادات تثبت تطوعه مع الكوميونتي ده ايا كان هو ايه. بعد كل سيزون بتاخد شهادة، والسيزون تقريبا كام شهر كده، يعني بتفرق من كوميونتي لكوميونتي بس كام شهر صغيرين كده. وازيدك من الشعر بيت كمان ان في ناس متطوعين مع كوميونيتيز، بس الناس دي بتكون مجتهدة جدا وبتثبت نفسها داخل الكوميونيتيز دي وبيعملوا التاسكس اللي عليهم بسرعة وباحترافية. الناس دي بياخدوا ريكومنديشن ليتر، خطاب توصية يعني، من الإدارة بتاعة الكوميونيتيز دي، وطبعا مجانا، وبتقدر تقدم بيها في أي منحة وانت مطمن، وبيكون إضافة قوية جدا 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 ليك. ولو قلت جدا من هنا لبكرة مش هوفيها حقها، لأن انت متخيل معاك شهادة تطوع وخطاب توصية من الناس اللي انت متطوع معاهم، ده بيكون قنبلة وانت بتقدم على المنح وبيزود فرص قبولك جدا جدا. احنا كده خلصنا أول سؤال معانا، ولو انت فاكر اتطوع فين وازاي احصل على شهادات تطوع، واعتقد كده انت فهمت اتطوع فين، واعتقد برضو انك كده فهمت ازاي هتحصل على شهادات تطوع ان كنت متطوع مع جمعية خيرية او من البيت. هنعمل مراجعة سريعة كده علشان الناس اللي نسيت. لو اتطوعت في اي جمعية خيرية هتاخد الشهادة بعد 3 أو 4 شهور من التطوع مباشرة. اما لو اتطوعت مع كوميونتي على الواتس هتاخد الشهادة بعد كل سيزون، وكمان خطاب توصية على حسب شغلك وطريقتك في الشغل. وطبعا مش عايز حضراتكم تنسوا تتفرجوا على الفيديو اللي هيوضح طريقة التطوع مع كوميونتي على الواتس. هسيب لحضراتكم كل الفيديوهات اللي ذكرناها في الحلقة دي في اول تعليق وفي الوصف، وهسيب لحضراتكم كمان لينكات صفحاتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. تابعنا هناك لاننا بننزل تريكات وتفاصيل غيرها كتير جدا هتساعدك في القبول لاي منحه. واخيرا وليس اخيرا، شوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه، واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبولي في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وسلام.